يا صباح الورد والفل والياسمين. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة حلوة قوي. بناكلها في كل المطاعم والمحلات، بتبقى بطعم، ولما بنحاول نعملها في البيت بتبقى بطعم تاني خالص. وممكن بنجود بقى ونزود شوية حاجات، فبتبقى طعمها غير اللي في المحلات، واللي في البيت بيقعدوا يتريقوا علينا. يا ريت قبل ما نعملها مع بعض بكل تفاصيلها، يا ريت نعمل سبسكرايب للقناة ونفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. ونبدأ ونقول بسم الله، هنجيب كل الحاجات اللي بنحبها في الشوربة دي. يعني مثلا بيحب كابوريا، هنبتدي ان احنا نجيب من كل صنف من الحاجات البحريات الحلوة دي، هنجيب منه نوع. هجيب كابوريتين على 2 كاليماري. طبعا الجمبري مفيش بيت ما بيحبوش. هنبتدي نجيب حاجة حاجة، وليها طريقة الغسل بتاعتها وليها طريقة التنظيف بتاعها اللي هيخليها فعلا واحنا بناكل طبق الشوربة ده يبقى أحلى طبق شوربة. الكاليماري دي طريقة التنظيف بتاعته، احاول انضفه كويس جدا، اخلي المية سايبة كويس قوي عليه. الكابوريا اكتر حاجة طبعا لانها بتبقى شايلة رملة، لازم ان انت تحطيها تحت الحنفية كتير، هي والجمبري والكاليماري، وتغسليهم مرة واثنين وثلاثة، سواء بقى بالمية والملح او المية والملح والخل، وتنضفي كويس جدا. الحاجات دي بتبقى مليانة طبعا رملة من البحر ومن من ايد اللي شاريها، لازم تقعدي تنضفيها كويس جدا. بعد كده هتبتدي انك تفتحي سلسلة الظهر بتاعة الجمبري، ونشيل كيس الرملة كمان اللي موجود في سلسلة الظهر. احنا هنحتفظ بكل القشور بتاعة البحريات اللي هنعمل بيها الشوربة النهاردة. هناخد بالنا ان احنا هنغسل الجمبري مرة واتنين طبعا قبل ما نفتح سلسلة الظهر، وبعدها انا عايزة الجمبرية تطلع زي ما انتي شايفة كده، بتبرق وجميلة وما فيهاش نقطة رملة خالص. هجيب بقى بعض الخضروات العطرية اللي هتخلي ريحة الشوربة جميلة، زي الكرفس ده أساسي، مع الجزر، مع شرايح بصل أو كرات لو عندك. وهجيب طبعا البصلاية مبشورة ومعلقة توم مفروم. هنزل أول حاجة بمعلقتين 3 زيت، وهنزل عليهم بالثوم مع البصل. أنا في المرحلة دي أنا بس بشوح، أنا مش عايزة لا أحرق بصلة ولا أحرق تومة، انا بشوحهم بس كده مع الزيت، وبنزل عليهم على طول باول حاجه اللي هي الكابوريا والكاليماري المتقطع. طبعا قطعنا الكاليماري حلقات، طبعا لو عندك صبيط بدل الكاليماري برضو بيبقى حلو جدا، بس احنا بنعمل في الشوربه دي انواع معينه من البحريات، وكل بيت تبع اللي بيحبه طبعا. حطيت اول حاجه الكابوريا، وبعدين الكاليماري، وبعدين نزلت بالجمبري وبكل الخضروات بتاعتي. طبعا وانتي في مرحلة التقليب دلوقتي حاولي تقلبي بالراحة، مش عايزين ان احنا التقليب بتاعنا يبقى جامد بحيث انك تكسري الجمبري او تكسري الرجول بتاعة الكابوريا. طبعا بتقلبي بتشمي ريحة الكرفس مع البصل مع الجزر والثوم. طبعا ممكن ان انا استخدم بلح بحر، ممكن ان انا احط حاجات كتيرة قوي. انا هنا حاطة كابوريا، حاطة الكاليماري المتقطع حلقات زي ما انتوا شايفين. حاطين نوعين جمبري، عندنا جمبري سويسي حلو قوي قوي قوي، وجمبري ازاز. احنا حطينا ربع من ده وربع من ده. طبعا تقدري في الشوربة دي تجيبي كمان فيليه، تقطعيه حلقات او تقطعيه مكعبات. كل ما هتحطي حاجات في الشوربة كل ما هتبقى غنية اكتر، كل ما هتبقي فعلا مستمتعة بيها اكتر واكتر. باجي بعد كده بجيب مية سخنة جدا، بضيفها على المكونات بتاعتي كلها مع معلقة صلصة. يا جماعة اهم حاجة معلقة الصلصة دي، بتديني برضو طعم مسكر للشوربة وبتبقى جميلة جدا، مع اضافة كمان طماطمايه متقطعة مكعبات مع الجزر والخضروات. في الاول بديها غلوة حلوة قوي، ممكن بعد الغلوة دي نستكفى على كده وتبقى الشوربة بالمنظر ده. وممكن كمان اضيف الكريمة اللباني، ممكن ان انا اضيفها، بتدي طعم وشكل جميل قوي للشوربة زي ما بتاكليها في المحلات وبالظبط. بتبقى هي كده بقى خلاص وصلتي لمرحلة ان انتي بتاكلي شوربة جمبري او شوربة سي فود زي اللي بتدوقيها في المحلات، واحلى واجمل. طبعا انتي بتضيفي كمان رشة فلفل اسمر، ده في الاخر خالص، مش عايزين حاجة تغمق الشوربة بتاعتنا، عايزينها زي ما هي فاتحة وجميلة كده. ولو عندك طبعا فلفل ابيض يكون احسن. طبعا في ناس بتحب الشوربة كمان سبايسي، ممكن نضيف رشة شطة في الاخر.
مش هيكون فاضل غير انك تعملي رز مفلفل بقى بالبصلة، اللي هو رز السمك طبعا. بتحمري البصلة وتحطي عليها الكمون والقرفة، وبعدين تنزلي عليها مع كوبايتين الرز وبمية سخنة برضو، ويبقى عملتي أحلى غدوة في الدنيا كلها. يلا، مستنية لايكاتكم وكومنتاتكم، ونعمل شير بقى للفيديو، ونعمل سبسكرايب للقناة. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.